بنتكلم عن النيتشر and importance of logistics management in the supply chain. يعني ايه؟ يعني هنتكلم عن أهمية التنظيم الماركتنج لوجيستكس او اللي هي اللوجستيات التسويقية اللي هي بتشمل عملية النقل والتخزين وغيره، هنعرفها دلوقتي، وأهمية ده جوه منظومة السبلاي تشين كلها. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ان الماركتنج لوجيستكس او اللي هو اللوجستيات التسويقية دي جزء من السبلاي تشين. السبلاي تشين زي ما اتكلمنا قبل كده هي من بداية خالص استجلاب او استقدام المواد الخام علشان انت من السبلايرز علشان تصنع المنتج بتاعك جوه المصنع، وبيشمل بقى بعد كده ما هو ما بعد ذلك. ما بعد ذلك بقى انت صنعت المنتج بتاعك جوه المصنع، انت عايز تنقل بقى المنتج بتاعك لفين؟ للمستهلك. هنا بقى يبدأ الماركتنج لوجيستكس، فهنتكلم عن أهمية وطبيعة العملية دي. خلينا نعرف في الأول يعني إيه ماركتنج لوجيستكس بالتعريف العلمي. ماركتنج لوجيستيك دي البلاننج اللي هو التخطيط، الامبلمنتنج اللي هو التطبيق، الكنترولنج اللي هو التحكم بتاع الفيزيكال فلو للماتيريالز وللفاينل جودز والمعلومات المحيطة بيها من منطقة أو نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستهلاك علشان تلبي احتياجات الكاستمرز، وفي نفس الوقت من غير ما تبقى الشركة خسرانة. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا أنت عندك منتجات، المنتجات دي خلاص أنتجت في المصنع، أنت عايز تنقل المنتجات دي وكل ما يتعلق بيها والكمية والستوك والمعلومات وغيره، تنقلها من أماكن الإنتاج اللي هو المصنع الى اماكن الاستهلاك اللي الكاستمرز هيلاقيها فيها. الكلام ده ايه؟ الكلام ده باقل التكلفة وفي نفس الوقت يحقق الكاستمر ساتسفاكشن. خلاص، ما هو عملية التسويق بتبدأ من ايه؟ بتبدأ، هي المفروض طبعا اعمق، بتبدا خالص من اول الانتاج او بتبدا من بدايه المواد الخام، لكن فعليا هي بتبدا من اول ما المنتج انتج. خلاص، فانت محتاج دلوقتي المنتج اللي انتجته انت ده تنقله للمستهلك، تنقله للاسواق، تنقله حيث يجده المستهلك. هنا بقى هننقله ازاي؟ هنا بقى قصة الماركتنج لوجيستكس بتجاوب على سؤال هننقله ازاي. احنا محتاجين ننقل المواد بتاعتنا دي او المنتجات اللي احنا محتاجينها دي، وفي نفس الوقت تلبي احتياجات العميل، وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة تضطر الشركة على بسببها انها تعلي سعر المنتج. يعني تقدر تقول ان احنا لو هنلخص الماركتنج لوجيستكس فهي getting the right product to the right customer in the right place at the right time. انك توفر المنتج المناسب للشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. لو انت عملت كده يبقى انت لوجستياتك التسويقية مظبوطة وسليمة وعملتها بشكل محترف. مفهوم الماركتنج لوجيستكس اختلف زمان عن دلوقتي خالص. ليه؟ زمان كان الموضوع تقليدي وبسيط، اللي هو انت عندك منتجات جوه المصنع وانت راجل مسؤول على الديستريبيوشن او التوزيع. انت عايز هنا تنقل المنتجات دي من المصنع بتاعك للعميل بأقل تكلفة ممكنة علشان ما تكلفش الشركة فلوس كتير. بس ده كده المفهوم التقليدي والأزلي والقديم. الموضوع اتطور بتطور علم الماركتينج اللي اصبح بيهتم في الكاستمر في المقام الاول، يبقى الزبون دائما على حق والزبون في الاولوية. فالمفهوم الحالي بيبدأ بالعكس، الكاستمر عايز المنتج يتوفر له فين وازاي، وازاي يبقى سهل الحصول عليه، وبناء عليه ارجع بقى بالعكس واوفر اللوجستيات بتاعتي واخليها كاستمر سنترد لوجيستكس، يعني لوجستيات مرتبطة أو محورها الأهم هو رضاء العميل. فالبداية مش من المصنع زي زمان، البداية كانت من المصنع، أنا عايز أنقل المنتجات بتاعتي من المصنع للعميل، ده زمان. دلوقتي البداية من العميل، هو عايز إيه؟ عايز المنتج بتاعي فين؟ أقوم أنا مهيئ الظروف كلها علشان رضاء العميل ده بتاعي.
وبالتالي الفكرة بقى هنا أصبحت إن الmarketing logistics فيه أكتر من نوع، في حاجة اسمها outbound logistics وفي حاجة اسمها inbound logistics وفي حاجة اسمها reverse logistics. إيه هي الoutbound logistics؟ outbound logistics out يعني خارجي، خارج الشركة، يعني إيه؟ يعني هننقل الproducts من المصنع للresellers أو للcustomers مباشرةً أو من الresellers للcustomers اللي عايز الproduct بتاعي. يعني هنا الoutbound دي الproducts بتاعتي خرجت من الشركة راحت للcustomers، ممكن تروح له مباشرةً زي ما اتكلمنا وعرفنا إن في أنواع مختلفة من المنتجات، في منتجات تتعامل مع الكاستمرز مباشرة وفي منتجات جواها وسطاء، واتكلمنا على الانترميدياريز كتير، واتكلمنا ان في ريسيلرز وفي ديستريبيوتورز وفي هول سيلرز وغيره. المهم يعني ان احنا بننقل البرودكتس من الشركة او من المصنع بتاعنا للكاستمر، ده اسمه اوت باوند لوجيستكس. طب ايه هي الانباوند لوجيستكس؟ الانباوند لوجيستكس بقى ما قبل انتاج المنتج اللي هي المواد الخام. انا بنقل المواد الخام والماتيريال من السبلايرز للمصنع. يعني لو افترضنا ان المصنع ده بينتج تورت وجاتوهات وكيكه، يبقى انا الاوت باوند لوجيستكس ان انا بنقل التورت والجاتوهات والكيكه من المصنع للمعارض بتاعتي او للموزعين ومنها الى المستهلك. طب الانباوند بقى ان انا بنقل الدقيق والسمنه والسكر والكريم شانتيه والكريمه والحاجات والفواكه والحاجات دي كلها من الموردين بتوعي اللي بيوردوا لي الحاجات دي للمصنع حيث يتم صنع التورت والجاتوهات. تمام؟ يبقى الاوت باوند دي يعني هنا البرودكتس بتاعتي نقلتها من المصنع للمستهلك. الانباوند ان انا خدت الماتيريال او المواد الخام وديتها للمصنع علشان ينتج المنتج بتاعي. بتظهر بعد كده حاجه اسمها ريفرس لوجيستكس، دي بقى عندك في بعض المنتجات بتاعتي ممكن تبقى توالف، في بعض المنتجات بيعاد تدويرها. لو انا بتكلم مثلا على الكانز والصفيح، الحاجات الصفيح دي، وبتكلم على مثلا البلاستيك والحاجات دي كلها بيحصل لها ريسايكلينج. ممكن الحاجات دي منتجات تكون تالفة، تكون مكسورة، تكون مثلا اكسبايري، صلاحيتها خلصت. هنا بقى ده الريفرس لوجيستكس، دي نقل التوالف والحاجات المنتهية الصلاحية والحاجات دي كلها ارجعها تاني للريسيلر او ارجعها تاني للكمباني من الكونسيومر. يبقى احنا عندنا اوت باوند لوجيستكس، انباوند لوجيستكس، وريفرس لوجيستكس. بيبينها الرسمه دي او الدياجرام ده. السبلايرز اللي بينقلوا لي المواد الخام، بيحصل انباوند لوجيستكس يعني بنقل المواد الخام والماتيريال للكمباني او المصنع اللي هينتج لي المنتجات، يبقى دي انباوند لوجيستكس. من المصنع بيطلع المنتجات بقى اللي تم تصنيعها، بيحصل اوت باوند لوجيستكس للريسيلرز ومنها الى الكونسيومرز. تمام؟ يبقى ده الفرق ما بين الانباوند اهو لوجيستكس والاوت باوند لوجيستكس كما هو ظاهر في الدياجرام اللي قدامنا. بعد كده بيظهر ريفرس لوجيستكس، ان في حاجات بتبقى توالف، في حاجات بتبقى مكسوره، في حاجات بيحصل لها ريسايكلينج بيعاد تجميعها مره تانية بترجع للمصنع، وبالتالي الكونسيومر بيرجع تاني حاجات للريسيلر وبيرجع تاني حاجات للكمباني فيما يسمى ايه الريفرس لوجيستكس. ولذلك ده بيأكد لنا ان الماركتنج لوجيستكس او اللوجستيات التسويقيه دي جزء من السبلاي تشين مانجمنت. السبلاي تشين مانجمنت بقى ده اللي هي مانج الاب ستريم والداون ستريم فاليو ادد فلوز اوف ماتيريالز وفاينل جودز وريليتد انفورميشن. زي ما اتفقنا وشرحنا قبل كده من زمان في السبلاي تشين ان في تدفق للماتيريال من الموردين للشركه وتدفق للبرودكتس من الشركه للموزعين والكاستمرز، وبالتالي تدفق برضو للمعلومات من ما بين الاطراف دي كلها. وبالتالي كل التدفق بتاع المعلومات والمنتجات والماتيريال والمواد الخام والفاينل جودز دي كلها ما بين السبلايرز والكمباني والسيلرز والكونسيومر، كل ده سبلاي تشين مانجمنت. وبالتالي الماركتنج لوجيستكس دي جزء لا يتجزأ من السبلاي تشين، ولكن الفوكس هنا اكتر فين؟ على جزئية ما بعد الانتاج. ولكن لو احنا اتكلمنا على الصح يعني هي بتشمل ما قبل وما بعد الانتاج، وبالتالي هي بتعتبر جزء من السبلاي تشين، ولكن احنا هنتناولها بشكل افضل او اكتر فيما بعد الانتاج، اللي هو بداية من ان المنتج تم انتاجه
وبالتالي احنا محتاجين ننقله للكاستمر في الوقت والمكان والزمان المناسبين. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.